اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اوبل استرا 2005. انت مش قلت لي انا هرجع اجيبه؟ زيت الفتيس اهو. زمان قلت لي هرجع اجيبه. ثواني اهو. زيت الفتيس اهو جاي فيه ميه اهو. تمام. الميه جايه من التبريد بتاع اللاتير، فاحنا بنحل التبريد دلوقتي اهو، بنحل اللاتير عشان نبعته له بتاع اللاترات، وخطر تمشي بيه كده وعليه ميه بتقضي على عمر الفتيس. دي حاجه. الكبس بتاع الميه طبعا بيطلع هواء، فدخل على التبريد هنا اهو على الفتيس اهو، طلع ضغط الزيت من الفايز من هنا اهو، نغرق حتى صندوق البطاريه اهو. هنحل اللاتير ونغير زيت الفتيس بامر الله. بص كده بقى لون الزيت اهو بعد ما فضيناه. وده كده اللاتير اهو. المشكله جوه التبريد ده اللي هو ده. نروح لبتاع اللاتيرات وادي الزيت اهو، ميه من الزيت. ده كده اول غيار، يعني انتوا شفتوا الغيار الاولاني، ده كده الغيار الثاني. يعني احنا نزلنا الزيت كان لونه ايه كده بعد اول غسله كده. اول غسله الزيت نزل ميه برضه اهو اهو، ميه من الزيت. بص اذكر الله وصلى على النبي. اوبل استرا طبعا كده بالصلاه على النبي. بعد ما ايه خلصنا مديني الار اهو تمام، ومعلمه على الشاشه برضه اهي تمام، والعجله واخده الار، وقفلنا اللاتير تمام، وحاطين زيت نغسل بيه الايه بالفتيس من جوه عشان كان داخله ميه اهو. سايبينها دايره شويه كده على القار اهو، بعد ما نضفنا القربه بتاعت الميه طبعا عشان كلها كانت طحينه برده اهي. اذكر الله وصلى على النبي. بفضل الله العربيه خلاص اهي. اوريك زيت الفتيس بعد ما غيرناه برده حطيناه موبل اهو، زيت اهو. هو طبيعي لون الزيت بتاع الفتوش لونه ايه الطبيعي؟ نفس اللون ده كده احمر. لما لما بيتوسخ بيبقى اسود سنه. لكن ما ياخدش على الكراميل خالص اللي احنا نزلناه ده. لا ما يبقاش لون الكراميل ولا اللون الاحمر ده. انت بعد ما جربت العربيه عملت ايه معاك؟ دلوقتي؟ لا ماشي كويس. الصلاة على النبي. الله الحمد لله بفضل الله العربيه تمام اهي. اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. تسلم ايدك. تحت امرك يا باشا. ويبارك لك في الرجاله بتاعتك. ربنا يبارك لك يا باشا.